مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقه مع مين. النهارده هنعمل فيديو من فيديوهاتنا اللي على السريع، الحاجات السريعه جدا متاخدش مننا وقت خالص. النهارده هنعمل عشاء سريع جدا وسهل جدا، مكوناته في كل بيت، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بوله كده وهحط فيها زيتون، شرايح من الزيتون، فلفل اخضر مقطع، لو عندك فلفل الوان كمان قطعيه، طماطم مقطعه، كان عندي جبنه رومي نشفت شويه فقطعتها حتت صغيره كده وحطيتها على الخليط ده. جبت كمان السوسيس وقطعته، سلقته طبعا الاول وقطعته كده وهضيفه على الحاجات اللي انا قطعتها دي، وهخلط ده كله كده مع بعضه. طبعا ممكن تغيري كل الكلام ده بالحاجات اللي انتي بتحبيها، يعني لو مش حابه سوسيس ممكن تحطي بسطرمه، لو مش حابه ممكن تحطي تركي مدخن، ممكن تحطي اي حاجه انتي حباها حطيها. تمام كده. وهخلط المكونات دي كمان بشويه جبنه موتزاريلا كده اهو، او برضو لو حابه اي نوع جبنه، وقلبي كده. وهنجيب الصينية اللي احنا هنشتغل فيها، نحط فيها شوية زيت وهندهنها كده كويس، ونجيب التوست بتاعنا بقى ونبتدي نرص كده في الصينية اهو، نغطي القاع بتاع الصينية تماما كده. هنجيب بقى الحاجات اللي احنا قطعناها دي او الخلطة اللي احنا عملناها ونحط كده في الوسط ونوزعها كويس. انا عايزه كل حته يبقى فيها من الخلطه بتاعتنا دي اهو. وهنجيب طبقه تانية من التوست ونغطي، وهنعمل في الطبقه التانية اللي عملناه في الاولانيه هنحط برضو الحشوه بتاعتنا ونوزعها كويس. خلاص وزعنا الحشوه بتاعتنا، هنجيب برضو التوست ونغطي الوش تماما كده. هنحط تقريبا كوباية من اللبن كده، كوباية من الزبادي، وبيضة عليها فلفل اسود، وهنخلط كل ده مع بعضه بالراحة ونبتدي نشرب الصينية بتاعتنا اهو. وهنجيب الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا او اي نوع جبن انتي حباه وهنحطه كده على الوش بحيث انه يتغطى خالص. غطيناها بالجبن زي ما انتوا شايفين، وهنخش بيها على فرن 180 حرارة. انا مسخناه من قبل كده بس هخليها في نص الفرن بحيث ان الوش يدوبك انا عايزاه يسيح وياخد لون خفيف جدا وما يتحرقش مني. الفطيرة بتاعتنا طلعت من الفرن، شكلها حلو قوي وان شاء الله طعمها جميل جدا. يلا بينا كده نقطع ونشوف هيبقى شكلها ايه. طرية لذيذة جدا ان شاء الله هتنبسطوا منها. بصوا شكلها عامل ازاي، والجبن بتمط، حاجة كده في منتهى الجمال، يعني حاجة مشبعة وجميلة وسهلة نعملها لولادنا بالليل. فطيرة التوست من اسهل الفطاير اللي بتتعمل، واكيد التوست موجود في كل بيت وسهلة وسريعة. لازم تجربوها، وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد.
وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي بستناها علشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بعملها. ودي كانت طريقة عمل فطيرة التوست بأسهل طريقة مع مين.